احلى التجارب اللي عملتها في حياتي. انت قاعد 8 دقايق بتتفرج على هجرة الرسول. يا الله، تجربة خيالية. اوف. هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انا حاليا بشرب المشروب المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو التلبينة النبوية. من هذا المكان بشر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان بالجنة في هذا المكان، في هذا الموضع. القبة الخضراء دي هي اللي تحتها بالظبط قبر الرسول. تخيلوا الرسول أول جمعة صلاها في الإسلام كانت في المسجد ده. وفي الفيديو ده هنحاول نستكشف المدينة من كل أبعادها الدينية والثقافية وكل التطورات اللي حصلت فيها. اليوم إن شاء الله راح يكون يوم حافل. هنزور أماكن كتير زي مسجد قباء وجبل أحد، مسجد القبلتين وأبيار. هنا كان في بئر كان يسمى بئر عريس، وأماكن كل خطوة عدى الرسول عليها. ربنا يرزق كل مشتاق، كل واحد ربنا ما كتبلوش لسه زيارة يمشي المشية اللي أنا ماشيها دي، لأن المشية دي فيها راحة نفسية غير عادية. فاستمتعوا بالفيديو ده وبعتوا لحد يستفاد منه عشان ناخد الثواب كلنا مع بعض. هنا دار الهجرة. عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة أضاء منها كل شيء. هنا حيث يكاد لا يكون موضع إلا وله قصة وارتباط بالسيرة النبوية، السيرة العطرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتشر الإسلام من هذا المكان حيث دار العلم ودار العلماء، دار الهجرة، كيف لا، هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباح الخير من مطار القاهرة، من آخر سفرية وآخر فيديو لينا السنة دي، والحمد لله كانت سنة موفقة، سنة كانت طويلة، فالواحد قال ننهيها في أحلى مكان، أجمل مدينة على كوكب الأرض، أطهر مدينة، المدينة المنورة، مدينة رسول الله. من المطار اللي سافرنا منه أكتر من 60 رحلة السنة دي، عملنا فيديوهات كتير. الواحد كده لازم يختم السنة بسكينة، يروح يشكر ربه. هنعيش مع بعض جولة تاريخية عفوية لو ربنا ما كتبلكش انك تزور المدينة قبل كده، او لو ربنا كتب لك وبقالك كتير ما رحتش ووحشتك. هنستكشف المدينة مع بعض، هنروح المسجد النبوي وهنشوف المدينة فيها ايه غير المسجد النبوي. هنقعد 4 أيام في المدينة لوحدي، مسافر لوحدي، سكون وهدوء. فهيا بنا. بعد ساعة ونص تقريبا من القاهرة إلى مطار المدينة، ودي أول مرة في حياتي آخد طيارة أوصل على السعودية من المدينة. أهلا بكم في المدينة. والمطار قلت هيبقى صغير عن كده، المطار جميل ونظيف ومحاوطه الجبال، المنظر لسه شروق الشمس تحفة. خلينا نطلع، الصراحة تعبان، نريح شوية بعدين نبدأ بقى جولتنا في المدينة. مبسوط ان انا مسافر مع نفسي، واحد محتاج ينهي السنة شوية كده مع نفسه، 2 3 بس يفصل فيهم ويراجع حساباته والسنة بتاعته كان ايه اللي فيها. ده المطار، في ثواني الجوازات ورايا والشنط هنا. المطار بيفكرني بمحطات القطار بتاعت السعودية النظيفة، بس مطار مريح، حتى من أول ما بتوصل المطار بتحس بالراحة. مطار أبيض وهادي، سقفه عالي، مفهوش ألوان كتير مزعجة. أول مرة في مطار المدينة، مطار 10 على 10، سريع وبينجز بس مريح. جو برد في السعودية، ودي حاجة أنا ما حضرتهاش في حياتي. شهر 12 المدينة على عكس مكة رحتها في شهر 12 قبل كده ما كانش برد. مدينة الجو برد، درجة الحرارة دلوقتي الساعة 7 الصبح درجة الحرارة 12، فده برضه جو حلو. بعد ما بزور كده الأماكن الجو حلو، مش حر وقرفان، بيكون إحساس تاني. ثانك يو. وصلنا فندق اول مره اجربه المره دي، هو فندق المكارم، فندق جديد فنضيف قوي. مفيش احلى كمان من انك توصل ويقولوا لك احنا عملنا لك ابجريد للسويت. فندق جديد قوي، وده اللي بيميز الفندق ده، لان في فنادق كتير في المدينه بقالها سنين، وطبعا المدينه بتتهلك كتير، مش اي فندق تسكن فيه في المدينه. اوبا، سويت رهيب. ننام ونصحى، نعيش مع نفسنا شويه في الحرم وبعدين نتفرج على المدينه. صباح الخير. نمنا سريعا، ولكن في المدينة ما ينفعش تقدر تفوت صلاة في المسجد النبوي. هنا على أذان الظهر، نمنا 3 ساعات. الميزة ان فندق المكارم اللي ساكنين فيه هو على بعد خطوات من المسجد النبوي، يعني الفندق اللي قدامنا ده هو الفندق المباشر للمسجد النبوي، وده في ظهره الممشى المشهور بتاع المسجد النبوي. هنروح دلوقتي على المسجد النبوي نصلي صلاة الظهر، ونبدأ من هناك جولتنا اللي هنزور فيها معلم تاريخي أثري ليه علاقة بالرسول، بالهجرة، بالإسلام، حاجات ما كناش نعرفها عن المدينة، لأن المدينة هي مدينة رسول الله، عاش فيها الرسول. دايما لما بنيجي نزور المسجد بنروح المدينة نزور المسجد النبوي وبعد كده نروح الروضة الشريفة ونمشي، ولكن المدينة أكبر وأهم من كده بكتير. خلينا نلحق الصلاة، تحرك بسم الله. دي الميزة في فندق المكارم اللي احنا ساكنين فيه، تطلع بعد أذان الظهر، الأذان أذن
تلحق قبل الاقامه تمشي على طول. شوفوا ما شاء الله على طول اهو من الظهر ده بقينا عند البوابه الرئيسيه للمسجد النبوي. خش المسجد النبوي دلوقتي، بص حواليك تشوف كل الناس بكل راحه وسكينه وهدوء رايحين للمسجد. احساس ثاني طبعا. ربنا يرزق كل مشتاق، كل واحد ربنا ما كتبلوش لسه الزياره ان يمشي المشيه اللي انا ماشيها دي، لان المشيه دي فيها راحه نفسيه غير عاديه. رايح مسجد رسول الله. اول ما بتخش المسجد بتشوف المظلات الشهيره بتاعت المسجد النبوي، ولكن اللي ما تعرفوش عنها ان المظله الواحده من دي طولها لو هي مقفوله 14 متر، لو هي مفتوحه 21 متر. يعني دلوقتي 21 متر تتفتح كل يوم من اذان الفجر لحد العشاء عشان الجو، حتى في الشتاء. يعني الجو دلوقتي جميل برد، ولكن بتتفتح. في اكتر من 250 شمسيه في المسجد النبوي. 250 شمسيه، انتوا متخيلين؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. المسجد النبوي ليه اكتر من 80 باب ومساحته 400 ألف متر مربع. عارفين يعني ايه 400 ألف متر مربع؟ يعني مساحته يمكن أكبر من دولة الفاتيكان على سبيل المثال المسجد بس. وبيصلي فيه في الأيام العادية من 300 ألف ل 700 ألف بني آدم كل يوم. في رمضان طبعا العدد بيوصل مليون، والماكسيمم بتاعه تقريبا مليون وشوية بيشيد في الوقت الواحد في المسجد النبوي اللي احنا فيه ده. عشان كده الصفوف في كل مكان في أي وقت هتلاقوها مليانة. الصلاة بدأت من الفندق ولحقت الجماعة. لو انت عمرك ما زرت مسجد النبوي او الحرم، فاجباري بعد كل صلاة في المسجد الحرم او النبوي بيصلوا صلاة الجنازة. خلصنا الصلاة وحاليا صلاة الجنازة هنخش معاهم دلوقتي، بس قلت اصور لكم صلاة الجنازة من الحرم. خلصنا الصلاة الحمد لله، فأجواء جميلة الصراحة. وطبعا في المسجد النبوي دايما هتلاقوا المصاحف هنا محطوطة على جنب عشان الناس تقعد تقرأ قرآن. هتلاقوا هنا زمزم، الناس بتشرب زمزم. خلينا على السيرة. السلام عليكم. ايه الأخبار حبيبي؟ الله يخليك الله يخليك. من اكتر الحاجات اللي بقى ممتن عليها في حياتي المره دي والمره اللي فاتت لما زرت المدينه او الحرم، ان واحد يجي يتصور معاك في مكان بتاع ربنا، مكان يعني بالعظمه دي. الحمد لله لو واحد بيعمل محتوى هابط، ما اظنش ان في واحد هيكون موجود هنا بيزور ربنا هيجي يسلم عليه وبسرعه ياخد صوره معاه للذكرى. فالحمد لله ده بيحسسني ان انا عملت حاجه حلوه في حياتي، وان انا محتواي دايما هادف والناس بتشجعه وبتدعمه. شكرا لدعمكم. وبس كمل جوله في المدينه. ودايما لما تبص حواليك في المسجد النبوي او الكعبه، يعني العرب نسبتهم اقل من الاجانب. ليه؟ ان اكبر 5 جنسيات مسلمه في العالم مش عرب. يعني عندك اكبر نسبه الهند وباكستان واندونيسيا. روسيا فيها مسلمين كتير. الاسلام مش مقتصر خالص على العرب، ونسبه العرب بتكون دايما في المسجد اقل من نسبه الاجانب. الحمد لله يعني سبحان الله. الدين الاسلامي بدأ من مكة وبعدين انتقل للمدينة، والرسول عاش هنا، بيته هنا. هنزور الروضة كمان شوية. وقدر يوصل لأنحاء العالم كله. الهند فيها 200 مليون مسلم، اندونيسيا 200 مليون مسلم. اندونيسيا عشان تسافر لها بالطيارة من السعودية محتاج طيارة تقريبا 9 ساعات. فلكم أن تتخيلوا من مئات السنين وآلاف السنين الإسلام وصل هناك. الدعوة الطيبة والكلمة الحسنة والتجارة الكويسة. زي ما زرنا الصين فيها نسبة مسلمين كبيرة وشفنا المساجد بتاعتهم، وقال لك الإسلام دخل عندنا بسبب والتجارة اللي كانت خيرة وكويسة. فيعني زي ما انتم شايفين اهو الدنيا كلها جميلة، الناس كلها من جنسيات مختلفة. مش هتلاقي جنسيتين شبه بعض مع بعض، كل واحد بلبسه. يعني ده باكستاني أو هندي، أفغاني، روسي، وهكذا وهكذا. أول ما بتخرج من الباب الرئيسي اللي هو باب الملك، صح؟ لف بص قدامك شوف جبل أحد. ده جبل أحد هنزوره برضو في الفيديو في وشك على طول. بسم الله نبدأ جولتنا. وهنبدأ جولتنا من مطعم اسمه طعمة. وسبحان الله أشهر مطعم عشت حياتي كلها في الدقي. عارف مطعم طعمة في الدقي غير نعمة، بفطر فيه كل يوم. بيطلع فيه أشهر مطعم في المدينة اسمه طعمة، واللي متخصص في الأكل بتاع المدينة بيختلف. والنهاردة معانا الشباب، وعشان نغطي المدينة صح معانا مرشد سياحي من أهل المدينة هو اللي يحكي لنا عن المدينة، محمد أبو ليلى. السلام عليكم حبيبي. حياك الله يا مرحبا. هنستكشف المدينة مع بعض بإذن الله. طيب يعني ادينا نبذة سريعة كده. اليوم إن شاء الله راح يكون يوم حافل. راح نزور أول ما نبدأ إن شاء الله بدرب السنة. درب السنة هذا الطريق بين
المسجد النبوي إلى مسجد قباء. في الطريق راح نمر إن شاء الله في أهم المعالم التاريخية. أماكن كتيرة مش هنحرقها لكم، خلينا نفطر الأول عشان نبدأ يومنا صح بأكل المدينة. إن شاء الله. بيختلف أكل المدينة؟ في جزء من الأكلات، بعض الأكلات متخصص متميزين بس أهل المدينة. أهل المدينة. نجرب؟ يعني نجرب بإذن الله. يلا بسم الله. شوف حتى مطاعمهم تحس فيها بالراحة. والله ما اعرفش ايه السبب في المدينة يعني، بس نستكشف مع بعض. اظن السبب واضح، الرسول عاش هنا فمهما كان هيكون حلو. شوفوا بقى التراث اهل المدينة، تحسوا بيت مش مطعم. الرز اللي بنجربه ده اسمه رز المدينة مع اللحمة. كنت بستغرب يعني ايه رز المدينة، هل يختلف؟ ولكن بعد ما دقته اخف رز اكلته يمكن في اي مكان في حياتي. يعني الرز مختلف، ما اعرفش ايه السبب، رغم ان هو رز في الاخر خفيف حلو قوي. اول مكان لازم تبدا فيه في زيارتك للمدينه هو مسجد قباء. مسجد قباء اللي لو اتوضيت وطلعت من بيتك بنيه انك تصلي فيه بتحسب لك اجر عمره. فهنا وانت في المدينه تقدر تعمل زياره للمسجد النبوي، تعمل عمره وانت في المدينه. مسجد قباء. ايه مسجد قباء مهم في الاسلام بشكل عام؟ اهلا وسهلا مرحبا. اول شيء احنا الان في المدينه المنوره في مسجد قباء. مسجد قباء في المنطقه الجنوبيه من المدينه المنوره. هذا المسجد له اهميه عظمى في الاسلام، حيث انه اول مسجد بني في الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكه الى المدينه قدم الى هذا المكان وسكن في هذا الدار. هذا مكان الدار اللي سكن فيها الرسول عليه الصلاه والسلام. هي البيوت ما بقتش موجوده يعني، ده مكان البيت القديم. لا هذا مكان البيت يعني، لا يعني تقريبا في هذا المكان. تقريبا ما نقدر نحدد المكان بالضبط. انا فاهم، بس لكن في المنطقه يعني مكان التقريبي هذا. يعني المكان اللي احنا فيه ده يعتبر اول مكان سكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع من مكه للمدينه. في منزل هنا. نعم، في منزل صحابي اسمه كلثوم ابن الهدم. وهذه الدار الاخرى اللي تشاهدها، مكان الدار عفوا اليافطه دي عشان لما تيجوا تبقوا عارفين. نعم، هذا صحابي اسمه سعد بن خيثمه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام يسكن في دار كلثوم بن الهدم، ويستقبل الصحابه المهاجرين من بعده في هذه الدار الصحابي سعد بن خيثمه. كل مكان في المدينه ليه قصه، لان الرسول عاش هنا. يعني الارض اللي انا واقف عليها دلوقتي دي، لك تتخيل لما تسرح بخيالك سيدنا محمد بقى عاش هنا. هنا كان في بئر كان يسمى بئر أريس، ثم عرف بعد ذلك ببئر الخاتم. هنا من هذا المكان بشر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان بالجنة. المكان اللي ورايا ده هو المكان اللي الرسول أهل الأنصار اللي هم كانوا في المدينة لما الرسول كان جاي من مكة جه من هنا وشافوه أول مرة. الأنصار لم يميزوا الرسول عليه السلام من أبو بكر لأنهم لم يروه من قبل. فلما أبو بكر الصديق ظلل الرسول عليه السلام بردائه، حينها عرف الأنصار أن هذا هو الرسول عليه السلام وهذا هو أبو بكر. فسمي هذا المكان في بستان المستظل. طبعا المتحف هناك، بس المتحف نفس الكلام بعد 4 العصر. أوكي. واحنا نروح ناخد اجر عمره. يلا بسم الله. بسم الله. ده المسجد من جوه، مسجد قباء، اول مسجد بني في الاسلام، اول مسجد صلى فيه الرسول، والمسجد اللي اجره عظيم. مسجد الركعتين فيه بعمره، انتم متخيلين؟ بسم الله. مسجد قباء من الداخل ومن اهم المساجد في الاسلام. من هنا للمسجد النبوي 3 كيلو ونص. اسمه درب السنة أو طريق السنة، لأن الرسول كان كل يوم سبت بيحب يجي مشي المسجد النبوي لمسجد قباء، لأن ده زي ما قلنا المكان اللي وصل فيه المدينة والمكان اللي احتواه أول أسبوع. أهلا وسهلا. طيب هذا درب السنة من مسجد قباء إلى المسجد النبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان في كل يوم سبت يأتي من المسجد النبوي إلى مسجد قباء راكبا أو ماشيا. فإن شاء الله الآن راح نخوض تجربة تقدر توصل من هنا إلى المسجد النبوي، من قباء إلى المسجد النبوي عن طريقين، إما بالمشي أو تستخدم عربات الجولف. اوكي يلا بينا. هنمشي وفي النص هنقف، لان في المسار ده اكتر من مكان لازم نزوره. في مسجد الجمعه. مسجد الجمعه ده من اهم المساجد في الاسلام، لان ده اول مسجد صلى فيه صلاه جمعه. نعم، اول مسجد صلى فيه الرسول عليه الصلاه والسلام صلاه الجمعه. لما غادر من مسجد قباء الى المسجد النبوي ادركته صلاه الجمعه في هذا الموضع، يسمى بمسجد الجمعه ويسمى بمسجد الوادي ويسمى بمسجد عاتكه. فصلى فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، وكانت اول صلاه جمعه يصلي فيها الرسول عليه الصلاه والسلام. الواحد سافر دول العالم كلها
ومعرفش ليه عمري ما جه في بالي لما باجي المدينه فعلا مش بستكشفها كانها دوله اثريه تاريخيه تستاهل انك تستكشفها، بعيدا عن انك تيجي تأدي الفريضه وتزور المسجد النبوي وتصلي وتزور الرسول والكلام ده كله. طب ما المدينه تاريخيا الارض اللي انا واقف عليها دي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي ما نستكشفهاش؟ الواحد لما بيروح اوروبا ولا بيروح مدينه تاريخيه يبقى عايز يزور كل المزارات ويسمع عن تاريخها ويجيب تور جايد ويتكلم معاه ويحكي له. اما المدينه ما بنعملش كده. دي حاجة أنصح بيها كل الناس اللي بيجوا المدينة، اوعى تفوت إنك تعمل جولة سياحية مظبوطة في المدينة. قلت لكم رقم التور جايد اللي معانا عشان بجد شخص جميل ومحترم وحافظ وعارف كل حاجة. هنروح مسجد صلاة الجمعة دلوقتي نطلع بالجولف واحكي لكم أكتر. ده المسار اللي كان بيمشي فيه الرسول زمان، مسجد النبوي. وهو ده مسجد الجمعة. تخيلوا الرسول أول جمعة صلاها في الإسلام كانت في المسجد ده. ختمنا الجولة بالجولف بجنوب المسجد النبوي اهو. جولة جميلة بسيطة خفيفة، ربع ساعة 10 دقايق بتمشي في السوق، تعدي على مواقع أثرية مهمة. خلينا نكمل الجولة اللي أنا مستمتع بيها الصراحة، أنا نفسي أكتر من أي حد. في كل ركن في مكان مهم. مسجد النبوي هو ورايا، ورانا مصلى تاني من أهم المصليات. لأنه كان ايه السبب بتاعه؟ اول شيء هذه اسمها منطقه المصليات، في مثل مسجد الغمامه، مسجد ابو بكر، مسجد عمر، مسجد علي. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي صلاه العيدين خارج المسجد النبوي، فهذا المكان كان خارج المسجد النبوي فصلى في هذه المنطقه. كذلك يسمى مسجد الغمامه، وهنا استجيب للرسول عليه الصلاه والسلام. روي عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه صلى صلاه الغائب على النجاشي في هذا المكان، مسجد الغمامة. فين المكان كله منطقة مصليات، يعني ده بتاع الغمامة، هنا مسجد أبو بكر الصديق، هنا مسجد سيدنا علي، كذلك مسجد عمر. طبعا مدينة يعني كلها مساجد. ورانا جبل أحد هنا اللي هنروح له بعد كده عشان معركة جبل أحد الشهيرة. وهنا جينا عند مسجد القبلتين، واحد من أهم المساجد في الإسلام لأن قصته جميلة. الرسول هنا نزل عليه الوحي وحول قبلته من المسجد الأقصى للمسجد الحرام في مكة، والمسلمين صلوا كتير قوي اتجاه المسجد الأقصى. خلينا نسمع من المرشد بتاعنا. أهلا وسهلا. طيب احنا الآن في مسجد القبلتين. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة مكث 16 شهرا يصلي باتجاه بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يود لو يغير القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. الله سبحانه وتعالى يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يزور امرأة من الأنصار اسمها أم بشر من بني سلمة. في هذا المكان في حرة واقم صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر باتجاه بيت المقدس، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الرسول بأن يغير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر أول ركعتان باتجاه بيت المقدس، ثم انتقل إلى الصلاة باتجاه الكعبة المشرفة من هذا المكان مسجد القبلتين. القبلة الموجودة دلوقتي اللي الناس بتصلي عليها دلوقتي هي القبلة لمكة، دي القبلة العادية. ولكن زمان المسجد الأقصى كان عكس، جنوب المدينة هو الحرم المكي، شمال المدينة الأقصى لأنه للشمال. المحراب القديم كان باصص كده. طبعا كان في ناس بتيجي وبتتلخبط لما بيجوا يصلوا لأن في زوار جداد ما يعرفوش، فخلوا المحراب الأصلي فوق زي علامة، وكانت القبلة زمان كده ودلوقتي بقت كده. والصراحة تجربة في المدينة بقت مختلفة تماما عن زمان، بعيدا عن المزارات السياحية بقى فيها معالم وحاجات تقرا منها وتتعلم منها، بقى في جايدز كتير قوي تتعامل معاهم، كل حاجة منظمة. كمان الكافيتريات والممشى وانك تقعد ترتاح في النص عشان تقدر تكمل جولتك. يعني المسجد هناك ورانا اهو، واحنا هنا في ممشى سياحي مليان كافيهات ومناطق تشتري منها سوفونيرز وحاجات كتير شيك قوي قوي قوي، ولكن بالطابع العربي الاصلي. يعني بصوا عامل ازاي. في الاخر هنفضل في المدينة فلازم نحافظ على طباعها وجمالها. بصوا الكافيه عامل ازاي والقعدة العربية هنا، ولكن كافيه مودرن. ودي احلى حاجة عجباني في المدينة السنة دي ان هما بيطوروا فيها اكتر واكتر. جينا في مكان خضار، جبال، جميل، ممشى، ناس بتيجي تتمشى. ولكن المكان ده زي ما هو جميل للتمشية، هو واحد من أهم الأودية اللي موجودة في المدينة ومن أقرب الأودية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نسمع من أبو ليلى. طيب احنا الآن في واحد من أهم أودية المدينة المنورة، وادي العقيق المبارك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري: أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك. هذا المكان تقريبا في غرب المدينة المنورة. هذا جبل أحد
بإمكاننا نشوف جبل أحد من هذا المكان. هذا الوادي مثل ما قلنا وادي مبارك. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة عسكر في هذا المكان، ذلك أول ما فرش في المسجد النبوي فرش بحصى، الحصى أخذ من هذا الوادي المبارك، وادي العقيق. رجعنا على المكان بتاع بستان المستظل، المكان اللي تظلل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبس أو بغطاء من سيدنا أبو بكر، واللي استقبلوه فيه الأنصار لما وصل المدينة. ولكن الكومنت هنا إنه قد إيه المكان جميل، وقد إيه إن السعودية بتعمله بالذات في الأماكن الأثرية الدينية حاجة خيالية، وتتحسب لهم بشكل مش طبيعي. اللي أنا شفته المرة دي حاجة رهيبة، عشان ما ينفعش يكون مكان بالعظمة دي ما ينفعش زيارته تكون حاجة جميلة. هو مكان تاريخي لازم يتحافظ عليه زي ما هو، ولكن لازم برضو احنا في 2025 2026 تجربة السائح تكون حاجة على قد المقام. فده المكان اللي الرسول ظل فيه، اسمه بستان المستظل. هنعرف عنه اكتر تاريخيا، ولكن كان وجب الشكر لان المكان زي ما انتم شايفين تحفة تحفة. حياكم الله وبياكم في بستان المستظل. بستان المستظل هو من البساتين التاريخية المعروفة في المدينة، لما يحمله هذا البستان من لحظات خالدة من استقبال الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بالهجرة المباركة، كانوا أهالي المدينة كل يوم يأتون إلى هنا انتظارا وشوقا لاستقباله صلى الله عليه وسلم حتى تشتد بهم الشمس، ثم يعودون لبيوتهم. حتى جاءت تلك اللحظة التي سمعوا فيها مناديا ينادي بالبشرى: الله أكبر، قد جاء رسول الله. فخرجوا من بيوتهم مهللين مكبرين لاستقباله صلى الله عليه وسلم. فعندما خرجوا فإذ برجلين قادمين من هناك من ديار بني عمرو بن عوف بثياب بيضاء، فالتبس على أهالي المدينة أيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ففطن لذلك صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فظلله بردائه احتراما وتوقيرا وإجلالا لمقامه العظيم صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بستان المستظل بهذا الاسم. فعرفوه فقدموا إليه مهللين مكبرين مبايعين. وهكذا ابتدأ العهد النبوي بالمدينة، وكانت أولى خطواته صلى الله عليه وسلم للمدينة من هنا في هذا البستان. هنا بئر عذق، وبرواية أخرى بئر عذق هو من الآبار التاريخية القديمة، عمره 1600 عام وهو قائم وجار حتى الآن. رويت عدة روايات بخصوصه، منها من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرب منه، ومنها من قال بأنه أهدي بعذق من التمر بجواره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تمر من؟ فقيل: تمر أم جرذان، كناية للنخلة التي أنتجت هذا التمر، ورغم أن تمرها كان ليس بنوعية جيدة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وقال داعيا للنخلة بالبركة: اللهم بارك لأم جرذان. فمما نستلهمه من هذه القصة من أدب الهدي النبوي بعد الاستئناس بها عدم رد الهدية، بل الدعاء لمهديها وجبر خاطره، أسوة وقدوة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما نرى هنا بأن البئر قد يحتفظ ببعض بقايا عمارته القديمة، كوجود أحد قرنيه هنا ومقابله الآخر، ويربط فيما بينهما جذع شجرة لنزول الدلاء قديما لتسحبها الدواب لسقيا الناس. أما الآن فبإمكانكم الصعود للأعلى والشرب من ماء البئر. صحة وعافية وقتا ممتعا. حياكم. الواحد لما بيفكر كده أول مرة يجيلي التفكير ده، ما أعرفش إزاي، ولكن الرسول الهجرة كانت من 1400 سنة تقريبا. فكر كده 1400 سنة دي، يعني بنتكلم لو الشخص مجازا عاش 70 سنة، يعني 70 في 20 بقوا 1400 سنة. يعني بيننا وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم 20 جيل. يعني أنا عشت جيل أبويا وجدي، يعني عشت جيلين. فما بينك وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأرض اللي احنا فيها دي، لما تفكر فيها في عدد البشر مش كتير. يعني الواحد بيقولك لما بنشوف شجرة العيلة كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا، عشان توصل للرسول مش بعيد. هم 20 جيل. لما بنيجي نتكلم على جيل 2 3 4، يعني الجيل اللي في أول القرن اللي فات أبويا حضره، جدي حضره، وهكذا. يعني جدي كان فرق ما بينه وما بين الرسول 15 جيل أو 14 جيل، رقم مش كبير خالص، والرسول كان هنا. فاحنا مش بعيد قوي عن الرسول. بيقول لك المدينة هي أكتر مكان على وجه الأرض كل خطوة بتمشيها على رجلك فيها تاريخ ليه علاقة بالإسلام، فيها قصص تتحكي عن الإسلام، لأن هنا كان بيوت الرسول، مسجد الرسول، حياة الرسول، عمام الرسول، كل حاجة ليه علاقة بالإسلام وبالرسول. هنا المدينة. التلبينة النبوية هي مجنة للفؤاد وتذهب ببعض الحزن. تشرب عادة في مواسم الأحزان أو ببعض المرض، لأنها تجبر القلب، وهي مشروب نبوي. من أهم مكوناتها الشعير وهو الأساس. طريقة تحضيرها وهي وضع الشعير وطبخه، وعادة
يعني بدون حليب، والبعض الآخر يفضل إضافة الحليب. وسميت التلبينة لأن قوامها يشبه اللبن. هي مشروب نبوي قيل بأنه محبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا حاليا بشرب المشروب المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التلبينة النبوية. وزي ما بقول لكم بيحافظوا على الأماكن وخلوها بطريقة متطورة. المكان اللي ورايا ده كافيه بيقدم التلبينة النبوية، شكل كافيه شيك فخم، تشربه في كوباية حلوة وتعيش الأجواء. مشروب جميل. دي أول مرة في حياتي أكون متحمس إن أنا أجرب VR. العادي بحس إن هو حاجة ملوش أي لازمة، ولكن لما تكون بتتفرج هنا بطريقة ال AI عاملها حاجة محاكاة لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية لمدة 8 دقايق. فخلينا نعيش التجربة ونشوف الحياة كانت عاملة ازاي زمان. وبالرغم من ذلك أصروا على كفرهم وعدوانهم. يا الله، تجربة خيالية. اوف. هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي بتفرج على المحاكاة بتاع بيت النبي، اجتمعوا عليه بيت الرسول، في هذه واهل قريش لما كانوا بيحاولوا يقتلوه في بيته. تجربة خيالية. واو، تجربة من أحلى التجارب اللي عملتها في حياتي. أنت قاعد 8 دقايق بتتفرج على هجرة الرسول، غار حراء، والرسول لما وصل المدينة، بيت الرسول، الحاجات دي كلها طبعا محاكاة ليها مش هي الحقيقة. أجواء رهيبة. السياحة في المدينة عمري ما تخيلت إنها ممكن تكون واحدة من أحلى الرحلات. اخترت المدينة عشان أجي في آخر السنة أختم سنة عظيمة، وغالبا هتطلع أحلى سفرية في السنة. تتعلم عن دينك، عن سيرة الرسول. خشوا نصلي المغرب ونكمل. ده يوم من 3. لسه الفيديو طويل. لو عجبكم ادونا لايك وكومنت، وانشروا الفيديو في كل مكان. شغلوه لأطفالكم، خليه يتعلموا حاجة مختلفة. المكان ده اسمه السيرة، بيحاكي السيرة وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليرشدنا في أمرنا إلى مكة، هنا حيث تركت الأزمنة وشمها على الحجارة، وحيث اختبأت حكايات من مروا قبل مئات السنين. في المدينة وما حولها من مقاطعات اكتشفت العديد من الحضارات ومختلف الثقافات، فلم تكن بلدة نائية مقصية، بل كانت ذات ارتباطات وامتزاجات سياسية واجتماعية. هنختم اليوم الأول فأهم بئر، البئر المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بئر غرس. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في المدينة المنورة أولا، ثم في بئر غرس. زي ما هو معلوم أنه المدينة المنورة عظيمة. هذا أحد الآبار النبوية الموجودة في المدينة المنورة، بئر غرس، ويطلق عليه الأغرس نسبة لغرس فسائل النخيل حول هذا البئر. نزل صلى الله عليه وسلم على هذا البئر، شرب منها فاستعذبها. كانت البئر ملكا للصحابي جليل سعد بن خيثم رضي الله عنه عندما نزل عليها صلى الله عليه وسلم، فقام صلوات ربي والسلام عليه وتوضأ منها واغتسل جسده الشريف الطاهر من مياه البئر. روي أنه أوصى سيدنا علي رضي الله عنه أن يغسل بعد مماته ب7 قرب من بئر غرس، بل أن النبي من محبته لمياه هذا البئر نسب البئر إلى نفسه وذاته الكريمة الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا سيدنا علي: يا علي إن مت فاغسلني ب7 قرب من بئري، بئر غرس. أثناء عملية ترميم البئر اكتشفنا أساسات لمصلى تاريخي عمر الحجارة متواجدة فيه أكثر من 500 سنة هجرية، رفعت حفظت، تم بناء مصلى حديث وفق منهجية علمية ليحافظ على القيمة التاريخية لهذا الموقع. بإذن الله احنا بندخل بعد قليل ونشوف المصلى النبوي. هذا هو المصلى الملاصق لبئر غرس اللي تم الكشف عنه في 2019 أثناء عملية ترميم البئر. الحجارة تشوفونها في الأرض هذه حجارة أصلية عمرها أكثر من 500 سنة هجرية. أما هذا البناء فتم بناؤه بناء حديثا وفق الأرشيف المتواجد لدى المملكة العربية السعودية على نفس أسس البناء القديمة الموجودة في هذا الموقع. الحجارة هذه لها خصائص علمية، في الشتاء تكون دافئة وفي الصيف تكون باردة على أهل المدينة المنورة، عشان كذا كانت في بناء أهل المدينة. ده اللي كنت بحكي لكم عليه قبل كده، لما كنت بتيجي تزور المدينة كنت بتحس إن كل مكان أثري إسلامي هنا ما كانش يعني بيغريك إنك تزوره للأسف، ولكن يعني شوفوا مكان زمان البئر كان عامل إزاي، وبصوا النهاردة بقى عامل إزاي، الشاشات كل حاجة زي ما شفنا المدخل، فحاجة عظيمة الصراحة. ده 2019 مش من كتير. طبعا ما ينفعش تفوت فرصة انك تجرب البئر بنفسك. بئر المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، من اهمهم عنده البئر اللي اتغسل بيه الرسول. صباح الخير من اليوم التاني. تخيلوا كل اللي شفناه امبارح بس ده
في يوم واحد. ولو انت في المدينه اكتر 2 ابلكيشنز لازم تستخدمهم ويبقوا عندك، هو ابلكيشن نسك اللي عن طريقه تقدر تحجز الزياره للروضه الشريفه بكل سهوله، وهيكون زي دليل ديني تقدر تعرف من عليه مواقع السيره النبويه كلها اللي صورناها في الفيديو زي مسجد قباء وجبل احد. والابلكيشن التاني هو روح المدينه، دليلك الشامل لاستكشاف المدينه المنوره بكل ابعادها، تقدر تخطط رحلتك من عليه بكل سهوله. عليه برامج زياره جاهزه ومتنوعه تتناسب مع كل انواع الرحلات وعلى حسب اهتمامك في الرحله في المدينه المنوره، سواء كانت دينيه تاريخيه او ثقافيه. وتقدر تحجز من عليه تور جايدز وفنادق وتنقل وكل حاجه. المدينه فيها حاجات كتير وقريبه من بعض تقدر تشوفها، ولكن النهارده المكان الاهم والاحلى وهو روضه رسول الله، المكان اللي ما بين منبره وبيته او قبره، روضه من رياض الجنه. فالحمد لله قدرنا ناخد حجز ونروح الروضه الشريفه. مستنيين دورنا دلوقتي، الطوابير اللي ورايا ده. الحاجه الوحيده في المدينه اللي لازم تحجز لها هي الروضه الشريفه، لازم تحجز لها من ابلكيشن نسك بسهوله جدا، ولكن لازم تحجزوا مكان عشان تقدروا تزوروا الروضه الشريفه. دي الحاجه الوحيده اللي محتاجه حجز، فما قدرناش ناخده امبارح، اخدناه النهارده ونخش نزور دلوقتي بعد اذان الظهر. جروبات من كل مكان. بصوا الجروب ده من كيرجستان. دخلنا الروضة الشريفة. ما فيش كلام كتير يتقال بعد ما بيجي هنا، سواء جاي يصور أو غيره، لازم يصلي ركعتين يدعي ربنا، لأن الرسول قال ما بين منبري وقبري أو بيته روضة من رياض الجنة. فالمكان ده جزء حرفيا من الجنة. وزي ما انتم شايفين الناس كلها هنا بتيجي بيحاولوا يقربوا للمنبر قدر المستطاع. ده المنبر، وهناك في الآخر البيت والقبر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عايش حياته كلها هنا في البيت ده بيت الرسول من بعد الهجرة لما جه المدينة. وده كان مكان منبره. في الأول كان منبره عبارة عن جذع نخلة اللي كان بيتكي عليه، ولما اتغير وبقى منبر زي ما انتم عارفين القصة الشهيرة، النخلة جذعها الصحابة سموها بتبكي. ده منبر جديد، ولكن ده كان مكان المنبر بالظبط. ده منبره، وهناك قبره وبيته. طلعنا وزي ما انتم شايفين المسجد النبوي كله من هنا. القبه الخضراء دي هي اللي تحتها بالظبط قبر الرسول، وده بقى المسجد. شايفين مساحته قد ايه؟ سبحان الله. زمان كان بس ما بين بيته ومنبره، والنهارده ملايين من البشر. ودعنا قبر الرسول، قبر الصحابه الاغلى. على شمالنا البقيع، اشهر مكان او اكرم مكان الواحد يقدر يدفن فيه بعد طبعا ان هو يجاور الرسول. واللي يجاور الرسول هم بس شخصين. خلينا نروح البقيع ونحكي قصته ايه. هنا الان بجانب مقبره البقيع، وهي اكبر واقدم مقبره في المدينه. سميت ببقيع الغرقد نسبه الى الغرقد، نوع من انواع النبات كان يكثر هنا في هذه المنطقه. وورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان ياتي لزياره اهل البقيع ويدعو لهم اللهم اغفر لأهل البقيع الذين دفنوا في هذه المقبرة. بإذن الله تشملهم شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الكثير من الصحابة، آلاف من الصحابة هنا في هذا المكان، منهم سيدنا عثمان بن عفان وبعض أمهات المؤمنين مدفونين في هذا المكان. جينا بئر سيدنا سلمان الفارسي، واحد من أهم الصحابة عند الرسول. الصحابي اللي الرسول قال عليه الصحابي اللي الرسول ضمه في وسط 3 صحابة قال إن الجنة تشتاق إليهم، وهو الصحابي الفارسي اللي أشار على الرسول بحفر الخندق في غزوة الخندق. هو كان الفكرة سبب نجاح وفوز المسلمين في الغزوة دي. خلينا نخش نشوف. احنا الآن في هذا المكان التاريخي، بئر الفقير. الفقير من التفقير وهو غرس سائل النخل، يسمى الفقير ويسمى بئر سلمان الفارسي. هذا مكان تاريخي، وهذا بئر من قبل العهد النبوي. حدثت قصة للصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث أنه كان عبدا مملوكا، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ساعد سلمان الفارسي وأمر الصحابة بأن يساعدوه بأن يفقروا يغرسوا النخيل 300 نخلة. فساعده الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، ثم من العام القابل أنبتت وأثمرت، ثم كانت سببا في عتق سلمان الفارسي من العبودية. وهذا الصحابي الجليل سلمان الفارسي هو نفسه من أشار للرسول عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق
في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، حيث أنها كانت شائعة في خارج بلاد العرب في فارس، حينما قال عليه الصحابي سلمان الفارسي للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي سلمان الفارسي فحفر الخندق. هذه نبذة مختصرة عن الصحابي سلمان الفارسي. وصلنا عند جبل أحد. الجبل ورايا اهو، في وقت الغروب، وقت رهيب. الواحد لما بيتخيل هنا من 1400 سنة الرسول كان واقف هنا هو وجيشه وبيحارب المشركين لسه دفاعا عن الإسلام، المعركة الثانية في الإسلام عشان يثبت وجود الإسلام. يقول الحمد لله النهاردة الإسلام هو الديانة أكتر ديانة منتشرة في العالم تطلع. ويعني الرسول حارب قد إيه وتعب قد إيه عشان الدين يوصل لينا. النهارده هنسمع قصه طويله دلوقتي عن جبل احد، اهم الجبال بتاعه المدينه واهم الجبال في الاسلام. غزوه احد على الجبل هنا. الجبل تقريبا طوله 7 كيلو وعرضه 3 كيلو متر. ورايحين دلوقتي لجبل الرماة. قصه الرماة اكيد كلكم درستوها في حصه الدين وانتم صغيرين، ولكن هنسمعها بالتفصيل ونعيش اجواءها ونعرف الاماكن بالظبط. هنا في غزوة أحد حيث استشهد 70 من الصحابة، ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على وجهه الشريف وكسرت ثناياه في هذه المعركة وشج على رأسه. المعركة الوحيدة اللي الرسول اتأذى عليها كانت هي المعركة هنا. جبل الرماة ورانا، جبل أحد هنا، والمشركين كانوا جايين من قدامهم. وبعدين لما نزلوا الرماة وخسروا المسلمين بدأوا يتراجعوا للخلف، لفوا المشركين من ورا الجبل ده، بقوا جايين من الوش من الخلف. والرسول ساعتها الجيش اتقتل فيه 700 شهيد من الصحابة ودفنوا في مقبرة الشهداء هنا. ومن أشهرهم عم الرسول اللي حمى الرسول كل ما يملك، والرسول فكه اتكسر في المعركة دي، المعركة الوحيدة اللي الرسول اتأذى فيها. كل ده بسبب الرماة اللي نزلوا من على الجبل. وجبل أحد يعني هو أحب جبل عند الرسول، لأن الرسول قال هذه طابة، وطابة يعني اللي هي طيبة المدينة، وهذا أحد يحبنا ونحبه. الرسول كان بيحب الجبل ده حب غريب سبحان الله. وانا صغير عمري كنت متخيل الحاجات دي، كنت بس فاكرها ورقه وقلم ولازم احفظها، ولكن النهارده لما تعيشها دلوقتي لو عايز تعلم ابنك اي حاجه في الدين الاسلامي عن المدينه اتفرجوا على الفيديو ده وادوني الثواب بقى عشان الناس تستفيد. طلعنا على جبل الرماة، ولما تشوف جبل احد مع التطورات الجديده بالليل واحد من احلى المناظر اللي شفتها. تحس الجبل بيتكلم لما تضاف له الاضاءه بالليل، يعني بصوا الاضاءه مخليه لونه عامل ازاي. المهم ده جبل الرماة. الرماة كانوا واقفين هنا، المعركه كانت تحت وجيش المسلمين كان هنا، جيش المشركين كان بيجي من هنا. سيدنا خالد بن الوليد ساعتها كان لسه مشرك، كان بيحاول يلف ورا الجبل ده عشان يحاصر المسلمين من قدام ومن ورا. ولكن وجود الرماة هنا، استراتيجيه الرسول يعني الخطة اللي حطها هي اللي خلته ان هو طول ما الرماة كانوا على الجبل المشركين كانوا عمالين يخسروا واحد ورا التاني. اول ما نزلوا الرماة من على الجبل بقى الظهر بتاعهم مكشوف، وهنا حصلت المعركة الصعبة. شوف المناظر الخلابة. زي ما بقول لكم كل مكان في المدينة في خطوة لرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وسط شارع عادي بسيط، حارة صغيرة. بصوا بيوت قديمة، تيجي هنا تلاقي يافطة مسجد اسمه مسجد الفسح. ايه قصة مسجد الفسح؟ هو عبارة عن مصلى صغير ما اتعملش مسجد. المكان ده صلى الرسول فيه صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص غزوة أحد بالظبط. تلاقوا مكتوب هنا كده صلى في هذا الموضع بعد انقضاء القتال يوم أحد، وقد تهدم مبناه خلال العصور ولم يبقى إلا جزء بسيط منه. كل سنتي في المدينة في تاريخ لعلاقة بالرسول. ده في ظهر جبل أحد اسمه مسجد الفسح. كل كورنر حرفيا احنا ماشيين هنا في نص الجبل من أكتر من 1400 سنة. نقاشات على الجبل على الصخر اهو، بصوا شايفين الصخر، ولكن مش أي نقاشات. النقاشات دي باللغة العربية من قبل ما اللغة العربية تكون عليها نقاط، فده بيقولك إن هو دليل إنها قديمة جدا، لغة عربية ولكن قديمة. هي مش واضحة هنا، ولكن تاريخ في كل مكان له علاقة بديننا. الصخرة فوق هناك اهي لسه بيوضبوها، عملوا لها إعادة ترميم عشان الناس تقدر تشوفها كويس. واو. تميمنا بقى الصراحة في تجربة اوعوا تفوتوها. تاخد عربية 4x4 ب35 ريال الشخص بس. تيجي هنا على جبل أحد فوق، تطلع جبل أحد حرفيا تلاقي كافيه وقعدة
بإطلالة على المدينة كاملة، تشوف المدينة كاملة، المسجد النبوي هناك، جبل عير هناك، كل المعالم المدينة. إحساس مريح للناس بشكل انتم مش فاهمينه. الجبل ده وقف عليه الرسول وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، وتهز بيهم الجبل وقال مقولته الشهيرة: إنما عليك النبي صديق وشهيدان، الصديق أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان. يعني الجبل ده جبل، يقول لك جبل من الجنة، ده جبل من الجنة، انت واقف عليه كده، جو جميل زي ما انتم شايفين المنظر من فوق، حاجة رهيبة. صباح الخير من اليوم الثالث في المدينة المنورة. النهاردة بادئين يومنا من على السور المسجد النبوي، السور الجنوبي للمسجد النبوي، عشان نزور المتحف اللي ورايا الجميل قوي ده. المتحف ده قصته مختلفة تماما، لأن المتحف ده هو المكان الوحيد في العالم اللي بينقل لك التجربة الكاملة بتاعة الروضة الشريفة، بيت الرسول، بيت سيدنا أبو بكر وعثمان، قبره، تقدر تشوفها بطريقة مختلفة تماما. فخلينا نستكشف ونستمتع، يعني مش كل يوم الواحد بيقدر ياخد فكرة عن بيت الرسول وقبره، طريقة حياته في بيته. المتحف أول ما بتخش تحس نفسك داخل مكوك فضائي. تقدر تيجي تحجز هنا تذكرتك اونلاين، في 67 تور في اليوم، لغات مختلفة طبعا، 8 لغات، تتعرف على السيرة النبوية كاملة وماذا يوجد داخل حجرة الرسول. طبعا هذا القسم هو حقبة زمنية من العهد النبوي، وهو نموذج للمسجد النبوي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان من تربة المدينة كأرضه، وأعمدته من سعف النخل، وكذلك سقفه من سعف النخل، وأساسات المسجد من أعمدة النخل، وبالإضافة إلى نموذج تقريبي ومحاكاة لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، المنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وتوجد موسوعات متنوعة لكل جانب من جوانب هذا القسم، الذي يحكي عن أسطوانات المسجد، وعن أعظم منبر في الدنيا، وعن الحجرة النبوية الشريفة. فهذا القسم هو وصف تقريبي ومحاكاة لما كان عليه المسجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر البركاني وما تبقى منه من اللبن والطين. وهنا أقرب وصف محاكاة لمسجده صلى الله عليه وسلم. وبعدها سوف ننتقل إلى التعريف بحجرة السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الحجرة الذي بها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي هنتفرج على مجسم أو محاكاة لغرفة الرسول والسيدة عائشة، بيت الرسول زمان. في نهاية السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، التجربة مش طبيعية، يعني المرة دي المدينة فتحت لي دماغي بشكل أنا ما شفتش مع متحف في حياتي زرته واتبسطت فيه زي المتحف ده. تخيلين غرفة بتحاكي مسجد الرسول زمان من بره، شاشة بتتكلمك ازاي أوضة الرسول سيدة عائشة ازاي اتدفن فيها، وبعدين اتحولت للمسجد بالاي كل حاجة اتحولت عشان تعيشك تجربة رهيبة. هنا منظر الآبار زمان كانت عاملة ازاي، وبعد كده هنا منظر طريقة الطبخ اللي الرسول كان بيحب الأكلة بتاعته محطوطة هنا، طريقة البخار اللي على طول شغالة هنا. هنا حجرة بتتكلم عن الأدوية اللي كانوا بيستخدموها زمان، وخيمة الطب، الأدوية، العجوة، إن العجوة فيها شفاء وبترقي كل حاجة، الحبة السوداء. لا، تجربة رهيبة، لازم كل الناس تيجي المدينة تيجي تعيش التجربة دي. ونختم جولتنا الجميلة في مدينة رسول الله في جنوبها، اللي الرسول قال عليه المدينة حرم، وهتلاقوا هنا في يافطة مكتوب عليها نهاية حد الحرم. فالمدينة المنورة هي مدينة محرمة كلها، يعني بس المسجد النبوي هو الحرم، حرم المدينة المنورة من لحد جبل عير اللي ورايا. وتسمى جبل عير لأنه من بعيد شكله شكل الجمل اللي قاعد على ركبتين، وهو ده جبل عير. هنطلع من فوق نتفرج عليه. هنا طبعا كل حاجة هنا معمولة عشان تريح السياح وتعرف تاخد تجربة ممتازة. بص، في نص الصحراء عاملين لك استراحة كبيرة، تيجي تركن عربيتك، تاخد عربيات الفور باي فور وتطلع أعلى جبل عير، ومن فوق تتفرج على المدينة المنورة. تجربة رهيبة، خلينا نجربها. دي الاستراحة عشان تنتظر بس العربيات في نص الصحراء. بص المنظر VIP عامل ازاي، المكان مش طبيعي ده، اهتمام بالتفاصيل. اوبا، شكرا حبيبي. بسم الله. لا، اجواء رهيبة. السلام عليكم.
أكون جاوبتكم على السؤال، ليه المدينة هي أطيب وأجمل مدينة في العالم؟ وليه الرسول حبها عن كل مدن العالم؟ وليه ربنا اختارها له عن كل مدن العالم؟ الراحة اللي هنا، وانت لما تقعد على الجبل، الرسول كان بيحب يطلع على الجبل، مش ده لما يروح غار ثور، غروب وانت شايف المدينة كلها من فوق، كلها جبال، وزمان كان نخل اكتر من كده، جبال كتير متنوعة ونخل. يا الله، الحمد لله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تشوفوه في كل مكان، ده طلبي الوحيد المرة دي. كل واحد هيتفرج على الفيديو انا هاخد ثواب، وانتوا هتاخدوا ثواب لو حد جه زار الاماكن دي يفتكرني بالدعاء. بس اشوفكم الفيديو الجاي من مدينة عزيزة وجميلة على قلبي.